مش عاجبني. مش عاجبك إيه؟ في مثل شعبي بيقول: اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي. المثل ده فيه حتة كده حلوة، يعني بتعلمك كده انك ايه، تاخد بالك، يبقى فيه شوية حذر لما يعني يبقى فيه أذى من أي حاجة، يعني تاخد بالك المرة اللي جاية يعني. بس في كده يعني حتة مستخبية في المثل ده كده، احنا بنقع فيها كده، هي المبالغة. يعني أنا اتلسعت من الشوربة، أنفخ في الزبادي ليه؟ يعني الزبادي ده جميل وطيب وبيطبطب كده يعني، وبيرطب على القلب. أمّا بتيجي بقى تستخدم المثل ده في الحياة اليومية، بتلاقيه بيروح في سكة تحفُّز، إن أنت لو اتأذيت من شخص أو في مكان أو في أي موقفٍ ما، بتعمّمه على الباقي، تحوّل الناس كلّها لزبادي لازم تاخد بالك منّه. فالحتّة بقى المستخبية اللي في المثل ده بتاعة التحفُّز والردود المُبالغ فيها، أنا شايفها بقت سمة وظاهرة منتشرة أوي ما بيننا، بقى ظاهرة فعلًا التحفُّز ده. ما هو قبل ما نقول ظاهرة لازم الأول أحُط إيدي على التحفُّز. آه. إيه هو التحفُّز؟ يعني أنا هل التحفُّز ده مثلًا يعني في واحد يقول لك لأ، التحفُّز ده ما فيش حاجة اسمها تحفُّز، ده عادي، ده حسب الموقف. واحد تاني يقول لك لأ، ده أنا شايف مثلًا التحفُّز ده واحد مستعد للغضب على طول. أي حاجة حتى لو ما تستحقش آه. تلاقي في انفجار، و بركان يعني زي كده. ما بيقول لك على تَكّة كده، اللي هو إيه، آه. في معارك ما لهاش أي لازمة، إمم. إمم. وممكن يبقى وسيلة للدفاع عن النفس مثلًا، أو إمم. قِلّة تواصل مع الناس. إمم. هو ده اللي ممكن يوصّل الواحد للتحفُّز. يعني هي الفكرة إن هو اللي هو زي ما بيقولوا كده روحه في مناخيره كده، اللي هو مجرّد لو إمم. حد بس نكشه في أي حاجة إمم. تلاقيه انفجر. إمم. يبقى يعني ده تعريف مبدئي لفكرة التحفُّز ممكن يعني. هو تقريبًا داخل تحتيه حاجات كتير أوي ومواقف كتير أوي. إمم. إمم. طيب أنا متهيأ لي إن ده بيحصل كتير، فمعنى كده إن هي بقت يعني ظاهرة فعلًا يعني موجودة، لإن ده إحنا بنشوفه في حياتنا اليومية في كل الأماكن، إذا كان في الشارع، في الشغل، في الأماكن العامة، في كل حتة. فده هل ده معناه إن هي بقت فعلًا ظاهرة تستحق إن إحنا نتناقش فيها؟ ما هو الظاهرة دي هتبان إيه، في التفاصيل، إمم. إن حتى في مواقع التواصل إمم. بقت ظاهرة يعني إمم. واضحة القصة دي، ممكن الناس مش شايفاها إمم. أو بتبرر لنفسها. هو يعني إحنا بس عايزين نتفق يعني قبل ما نتعمق في الموضوع، إن هو فعلًا بقى سلوك سائد ومنتشر، موجود يعني هو ما موجود بالفعل. أنا شايفه موجود. موجود آه. بالفعل. طيب إحنا يعني دلوقتي يعني وصلنا لإنه في السلوك ده موجود وسائد. إمم. طب برضه أسبابه تفتكر ممكن تكون يعني ليه بقى عندنا قابلية إن إحنا ننفجر في أي لحظة في أمور تافهة زي ما اتكلمنا، يعني ممكن في موقف ما يستحقش أنفجر؟ على ما أعتقد أول حاجة إن الواحد ما يبقاش عنده راحة. ما إمم. عندوش راحة بكل أشكالها. إمم. فممكن ضغوط الحياة مأثّرة عليه، ممكن الإرهاق، أمور نفسية، أمور مادية. إمم. برضه من الحاجات اللي مزوّدة الاستعداد ده مواقع التواصل. مواقع آه. التواصل أنا شايفها يعني المفروض نقول عليها مواقع التباعد الاجتماعي. هي بيئة خصبة جدًا للفهم الخاطئ، يعني خاصةً في الحاجات اللي بتبقى مكتوبة بس، أنت ما بتبقاش شايف الحاجة اتقالت إزاي وأدائها شكله إيه، فسهل أوي إن أنت تترجمها على حسب أنت بقى حالتك المزاجية عاملة إزاي، فتترجمها غلط، تعتبرها إهانة شخصية، تعتبرها فتروح داخل مهاجم على طول ده يعني. فعلًا، ده حتى أنت كده استثنيت موضوع إن ممكن يبقى في اللي هو واحد كتب كلمة بالغلط. إمم. يعني ده هو لو كاتب الجملة صح بتترجم غلط، ما إمم. بالك بقى لو كتب سرعة الكتابة كتب كلمة خاطئة. آه، فيها غلط. فمش اتفهم ادّت معنى خاطئ. إمم. إذا كان التشكيل بيفرق ساعات، يعني التشكيل إحنا ما بنكتبش بتشكيل. أيوه، أيوه، آه. أيوه. وبرضه في ممكن الحتّة نضيف بتاعة. عدم قبول الرأي الآخر. والآخر عامةً ممكن المختلف معاك خلاص أنا مش قابله، وعندي قناعات أنا باني عليها حياتي، فخلاص مش قابل أسمع أي حاجة. فأول لمّا بالاقي حاجة معارضة ليّا بيبقى في اندفاع وقوة ورَد عنيف حتى من غير ما أستفهم اللي قدّامي. فكرة اللي هي برضه يعني اللي بنسميها ثقافة يعني قبول الاختلاف، إن إمم. في حد مختلف معايا في الرأي أنا ما عنديش استعداد إن أنا أقبله، فباخش فيه برضه على إمم. طول.
يعني دي جزئية مهمة، إن إحنا فكرة إن إحنا نتقبّل اختلافنا، ده أكيد هيساعدنا على فكرة في حاجات كتير غير التحفُّز، إمم. يعني هيساعدنا في أمور مختلفة كتير في حياتنا، إن إحنا نعرف نفهم ونتواصل مع بعض يعني. طيب استكمالًا لتعريف التحفُّز عشان نحاول برضه نعرف هل إحنا متحفّزين؟ أصل هو ممكن كل واحد فينا يبقى عنده نوع من أنواع التحفُّز بنسب متفاوتة من إمم. واحد للتاني يعني. هل هو نوع من أنواع الدفاع عن النفس؟ يعني دي الآلية التلقائية بتاعة دفاعك عن نفسك، والّا هي فكرة إن أنت مش عارف تتواصل مع اللي قدّامك؟ أنا على ما أعتقد هي مزيج من الاتنين، يعني هو أنا سمعت وحكمت على الشخص اللي قدّامي وردّيت بطريقة مش طبيعية، مش عنيفة، طب ما اديتلوش مساحة إن هو يعبّر عن رأيه بناءً على قلة التواصل، إن أنا ما اديتلوش فرصة، إمم، زائد إن أنا بادافع حاسس إن أنا في موقف ضعيف، دايمًا حتى الناس تقول لك عشان ما يضيعش عليَّ حقي، إمم، فباروح مهاجم ومتحفّز، إمم، إمم. عندي قناعة لأ، عاوز أثبتها. يعني فكرة الحوار، ما فيش حوار اللي هو الحوار الهادئ الراقي اللي يخلّينا نعرف نتحاور ونتفاهم يعني. إمم. طَب أنت هنا قُلت حاجة اللي هي فكرة إن السكوت أو إنك تعدّي حاجة هتتّرجم كضعف أو إنه حقك هيتاكل، يعني دي برضه نقطة مهمة، يعني هل ده ممكن يكون سبب من أسباب إن إحنا نهجم علشان تقول إن أنا قوي يعني، أنا باعرف أرُد، لو سكِتّ هابقى الناس هتقول عليّا طيب بقى وكده؟ هي دي برضه من أوائل النُقط اللي بتخلّيك بترُد بدل ما تعدّي. إمم، طب هل الموقف ده لو عدّى خلاص أنا اتحكم عليّا أو اتحطّيت في إطار معيّن أو حقّي ضاع، فعلى طول بتبقى إيه، الرَد والتحفُّز موجود عشان أثبت موقف أو إمم، أحافظ على حقّي. مع إن الحفاظ على الحق مش هيبقى بالتحفُّز بالشكل ده، إنه ممكن يؤدّي بعد كده إنّك مشغول بالتحفُّز ده، داخل في إمم، التحفُّز فناسي اهتميت خُفت إن يضيع حقّك فضيّعت حقوق أكبر. إمم، إمم، هو أنت حقّك لازم لو هو فعلًا حق ليك، لأ فعلًا لازم تحافظ عليه وتدافع إمم. عنه. هي مش القوة المفروض إنها تكون في إنك تسيطر على انفعالاتك، هو يعني بيتهيأ لي بالضبط، ده يعني إن إحنا اتعلمنا كده يعني، إن ده مش القوة إن اتعلّمنا أنت كده، ده كمان ديننا بيقول لنا كده، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك القوي مش بالسرعة اللي هو يقدر يغلب الناس، لأ القوي اللي هو يملك نفسه عند الغضب. آه، وقت الغضب أنا قدرت أفتّح دماغي وأتكلّم، مش أحوّل العصبية أو إلى تحفُّز أو إمم، إلى إيذاء الآخرين بأي صورة من الصور. إمم، يعني هنا كده في فهم مغلوط إمم. لفكرة القوة، إن أنا القوة إن أنا لازم أرُد في كل حاجة حتى لو هي ما تستحقش يعني، فيعني محتاجين أكيد نراجع نفسنا في النقطة دي شوية. في بقى نقطة مهمة جدًا، اللي هي علاقة التحفُّز ده بإن أنت بتنشغل بحاجات يعني بسيطة وتافهة بتعصّبك وتطلّعك من شعورك وتخلّيك تغضب جدًا، فده ممكن يشغلك عن أمور تانية مهمة جدًا وتستحق هي اللي تستحق الغضب والانفعال يعني وإنها تبقى معركة، أبقى أخُش في معارك جانبية تافهة جدًا وباسيب المعارك الحقيقية. أكيد ده بيشغلنا عن حاجات كتير أوي في حياتنا أهَم بكتير يعني. ما أكيد هو دايمًا حتى الناس دايمًا تقول لك لازم تفرّغ طاقتك، إمم، يعني أنت لو عندك طاقة وعندك ضغط لازم هيطلع، إمم، فلازم يطلع في صورة صح. طب أنا لو وجّهته لحاجة تافهة، لأي موضوع عارض، إمم، أنا انشغلت بيه ما بقاش عندي طاقة للحاجات المهمة عندي، آه، آه، سواء عمل، سواء مشاكل حصل لي عاوز أغيّرها، سواء أي صعوبة قدّامي، لأ بانشغل بالتوافه دي لدرجة إن أنا بيتراكم عليَّ بقى المشاكل اللي بتدخّلني في ضغط اللي هي ممكن زيادة. تزوّد الضغط العصبي آه. بتاعك، فتزوّد أكتر إمم. انفعالاتك في إمم. الحاجات التافهة. تخش في حلقة مفرغة بقى إن أنت على طول مضغوط ومتضايق إمم، وبتطلّع في التوافه، إمم. ما بتحلّش مشاكلك، فمشاكلك بتتراكم، بتبقى في حالة تحفُّز دائم بقى. مش جاهز بقى إن أنت تعرف ما فيش إمم. طاقة وبعدين هو ما فيش حد فينا ما عندوش إذا كان على المستوى الشخصي عنده مشاكل كبيرة تستحق هي الاهتمام أكتر من الحاجات الصغيرة دي، وإحنا كلّنا كمجتمع أكيد عندنا حتى مشاكل مشتركة مهمة، إمم.
أولى إن إحنا يعني منشغل بيه. ننشغل بيها أكتر من الحاجات الصغيرة دي. يعني بُص، يحضرني هنا مثل اللي هو ما قدرش على الحمار اتشطر على البردعة، طب ما أنت عندك مشاكل كبيرة أوي. مع الحمار أيوه ليه قاعد ماسك في البردعة ماسك في اللي البردعة هي ليه؟ أصلًا دي هي اللي مثبّتاك في طريقك. أيوه، يعني أيوه، لو إحنا رجعنا ده اللي أنت بتتخانق معاها دي. ركوب الحمار نفسه، آه. عالج مشكلة الحمار، شوفه مثلًا جعان عاوز ياكل، عاوز بالضبط يعني ما مش البردعة هي المشكلة آه. خالص يعني، دي حقيقة. طَب يعني بُص عشان برضه نبقى بنتأكد من إن الموضوع يستحق النقاش يعني، ما تيجي نشوف أمثلة كده في حياتنا اليومية تندرج تحت التحفُّز، يعني حاجات بنعملها كُلّنا وهي لو جينا بقى نفسّرها باللي إحنا قُلناه ده من حيث تعريف معنى التحفُّز هنلاقينا متحفّزين، يعني إحنا بنحاول نكتشف مع بعض إحنا متحفّزين والّا لأ؟ ما هي ده سؤال صح، لازم كل واحد فينا يسأل نفسه، هل أنا متحفّز؟ فواحد يقول لك لأ، أنا مش متحفّز. إمم، بس تلاقيه في موقف، ما هو التحفُّز ده أنت مش 24 ساعة متحفّز، إمم، بس في الموقف اللي هو ما كانش يستاهل، أنت بقيت متحفّز. إمم، سايق عربيتك، حد كسر عليك، إمم، في تحفُّز فظيع، اللي إمم، هو لدرجة ممكن يوصل إن إحنا هنخبط بعض. إمم، وفي ناس شُفتها، يعني الواحد شافها، ما فيش حد فينا ما شافهاش، عربيتين بيزنّقوا على بعض، بيكسروا على بعض لدرجة بتحصل خناقة وممكن إصابات وممكن مشاكل. بسبب إنه حد كسر على آه، التاني في الشارع آه، وكلّنا على فكرة بنعملها، يعني إمم، أنت في وقت من الأوقات ما بتقبلش إن حد يكسر عليك وأنت بعد كده بتكسر على أيوه، حد تاني، أيوه، لإن هو كده يعني الشارع عندنا مُهيأ لإن ده يحصل، إمم، لإنه ما فيش نظام مروري آه، دقيق ومضبوط، فبالتالي كلّنا يعني وارد نخطأ بإن إحنا نكسر على حد إمم، حتى بالغلط يعني مش إمم، بالقصد، ففكرة إن أنت فعلًا ممكن تنفجر بسبب حاجة زي كده، إمم. دي متهيأ لي ده تحفُّز. وساعات بتبقى قناعاتك، يعني أنت اللي هي القناعة اللي بتقول لك إن الستات ما بتعرفش تسوق، إمم. فلمّا بتلاقي سيدة سايقة أو بنت على طول بتتوقع إن هي كده، فمتحفز جاهز، 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 أول ما تشوف إن في واحدة آه، راكبة إمم، العربية لا واحدة ست أنت أيوه، مستعد، إمم، مستعد. طيب ده مثال، متهيأ لي مثلًا آه، الخناقات اللي برضه في الحاجات الهايفة موضوع الكورة مثلًا، كورة ومواقع تواصل، آه، سواء الكورة بقى والتحفيل والتحفُّز لكل فريق مختلف عنك، أو على صفحتك، سواء آراء سياسية، آراء شخصية، إمم، أنت في كل واحد بيعتبر صفحته دي بيته، ما ينفعش حد يكلمك فيه. ما ينفعش حد يقول كمان كلمة آه، مختلفة، وده لازم، يرجعنا لفكرة ثقافة الاختلاف، أنت أيوه، مش قابل الاختلاف. أنت عاوز الناس تخش على صفحتك تقول نفس كلامك، طب إيه إمم، استفدنا إيه؟ يعني إمم، على الأقل أنا كده عمري ما هاتعلم إيه الصح، إمم. ده نوع من الجهل، اللي أنا فاكر إن أنا رأيي هو صح. اللي أنت برضه ذكرته دلوقتي إنه فكرة إن أنت اختلاف بسيط في رأي في حاجة ممكن ينتهي بخناقة ويوصل لحد إنك تعمل بلوك أو حظر إمم. لواحد صاحبك من على صفحتك علشان كده، متهيأ لي ده برضه تحفُّز. ده تحفُّز، وده يودينا لتأثير التحفُّز ده على العلاقات. يعني هل بس هل كده. هل ده بيأثّر على العلاقات، والّا واحد يقول لك لأ يا عم هو موقف وبيعدّي؟ إمم، إمم. طب هو عدّى، هل ما سابش أثر؟ لأ أكيد ساب. وساب ممكن أثر كبير أوي. إمم، يعني دي بتوصل للناس اللي هو زي ما بتقول بيعمل حظر، هو كلمة أول ما عمل حظر لقدّامك، اللي قدّامك ده أثّر عليه سلبي، هو ممكن يفهمها. يعني أنت ممكن وقتها واحد يقول لك لأ أصل أنا عملت حظر عشان ما نخشش في مشاكل، إمم، لأ هو اللي قدّامك اعتبر الموضوع ده كبير. وبالذات إمم، لو أنت مثلًا إيه، مش حظر بس اللي هو ما يشوفش التعليقات بتاعتك، لأ اللي هو إمم، اللي بيقولوا رفض الصداقة، أو يعني لغيته من قائمة الأصدقاء. إمم. فخلاص هو ده خلاص، أنت هي رفض مباشر. أنت ليه معتبرها إن هي حاجة في العالم الافتراضي بس، آه، ما أنت معنى كده إن أنت يعني الخطوة اللي جاية إنك هتعمل لي حظر إمم، من حياتك، إمم، يعني فأكيد ده بيأثّر فعلًا إمم، على العلاقات. آه. طب ما دي نقطة خطيرة تانية من يعني من تداعيات التحفُّز ده أو ممكن يوصّلنا لإيه، يوصّلنا إن إحنا نخسر بعض يعني كلّنا. دي بتحصل في عائلات، إمم، يعني إمم، بعائلات وتعليق بسيط، وفي واحد فِهم التعليق ده على إنه إساءة، مع إن التاني كان يقصد مثلًا مزاح بسيط. فلازم برضه أنت كل إمم، واحد لازم برضه يعني ييجي يقول لك لأ هو ليه زعل، ده أنا ما كانش قصدي كده. طب ما هو لمّا بيحصل معاك الموقف إمم، أنت ممكن بتزعل، ما أصل كل واحد مش يعني دايمًا تقول لك إيه، اتحمّل الآخر، طب أتحمّل الآخر، طب إمم، ما أنا عندي مشاكل وهو عنده مشاكل. إمم، هو المفروض كلّنا نتحمّل بعض، إمم، لكن ليه أنا بافترض إن اللي قدّامي هيتحمّل إمم، إساءة أو عنف في الرَّد؟ إمم، إمم، طب ما يسمعوا الأول، لو سمعنا بعض
هنوصل لنقطة مشتركة، حتى مش هنوصل لنقطة مشتركة، بس اللي هو هيبقى الكلمة اللي بيقولوا الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، إن هي أيوه، بتحافظ على الود. وبعدين ده يخلّي على الأقل العلاقات تبقى مبنية على تفاهم، مش إمم، بقى تبقى طول الوقت مبنية على يعني إمم، حساسيات، إمم، وتبقى دايمًا بقى عمّال تاخد بالك من كلمتك يعني التفاهم مطلوب، إمم، نسمع بعض يعني. ماشي. في سلوك أو يعني من الصفات اللي ممكن تبقى موجودة في شخص، أعتقد أغلبنا بيتفق إنها يعني صفة غير حميدة يعني، اللي هي الغرور. إمم، باحس إن الغرور والتحفُّز يعني صحاب، يعني ماشيين مع بعض كده أو يعني بيكمّلوا بعض. آآ ده لإن غالبًا يعني الشخص المغرور بيبقى نسبة التحفُّز عنده أعلى شوية، بسبب إن هو عادةً بيبقى شايف نَفْسه يعني أفضل من الناس. ممكن ما يقبلش إنه حد يختلف معاه، يوجّهه، ينصحه. إيه رأيك في الحتّة دي؟ حتّة الغرور اللي هو يعني برضه موجود شوية، موجود حتّى فينا كده كصفة في المجتمع على بعضه يعني. ما الطبيعي أي واحد بيكوّن رأي بيبقى حاطط إن الرأي ده أنا أحسن حاجة، ما هو أنت مقتنع بعقلك، بذكائك، ما فيش حد شايف نَفْسه كل واحد أقل عاجباه دماغه. أيوه أيوه، أيوه. فالحتّة دي وقناعاتك اللي موجودة دي بتخلّيك رافض رأي الآخرين، يعني حتى آآ يعني في مقولة لأحد الأئمة بيقول لك رأيي خطأ يحتمل الصواب، إمم، ورأي غيري صواب يحتمل الخطأ، يعني إمم، هو بيفترض إن هو اللي غلط، إمم، بيحُط نَفْسه حتى كمان كان في برضه أحد أئمة الأئمة قال لك يعني لمّا كان بيخُش في مناقشة مع حد كان بيتمنى إن اللي قدّامه هو اللي يطلع صح، إمم، ليه؟ هو مش مسألة إن هو ما فكّرش، لأ هو تعب وفكّر، بس لو اللي قدّامه طلع صح يبقى هو اتعلّم. إمم، 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 يعني الاختلاف عنده هيفيده، مش لأ أنا لازم أطلع صح وأثبت طب ما تدّي فرصة، إمم. ممكن قناعاتك أنت بانيها على حاجة غلط. إمم. هي دي برضه أنا يعني ليه اتكلّمت على الغرور ده، ممكن نبقى نفرد لها حلقة لوحدها يعني، إمم، فكرة الغرور دي، لإن هي سِمة برضه منتشرة شوية في المجتمع، ومنتشرة حتى بشكل جمعي، يعني ممكن يبقى إحنا ك ك كشعب استعلاء في عندنا استعلاء على الشعوب اللي حوالينا. إمم، دايمًا عندنا فكرة إن إحنا الحضارة، إحنا اللي علّمنا الناس، إحنا اللي فهو السلوك ده برضه أو الصفة دي موجودة فينا كمجتمع، وبالتالي موجودة في كل فرد. فبالتالي ده بيعمل حالة برضه عشان نرجع للتحفُّز يعني، بس هي آه. الغرور دي أعتقد إن إحنا ممكن نبقى نتكلّم فيها شوية أكتر لأ يعني. أصل الغرور دي من كتر خطورته إمم، اللي هو ربنا يعني في حديث إن هو لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إمم، يعني ذرة واحدة من كِبْر من غرور إمم. مش هيخُش، ما هو اللي طلّع إبليس من الجنة هو الغرور، الكبر الكِبْر. دي يعني آه، أول آه، تعتبر أول يعني خطيئة أو أيوه، أول آه، مشكلة حصلت في كِبْر، الحياة يعني. فالكِبْر إمم، والغرور إمم، ده موضوع كبير أوي، فما ينفعش، ده بيوصّل الناس إن هو خلاص هو أعلن استعلاء إن مش هيدخّلك الجنة، إمم. الموضوع خطر، خطر ففعلًا جدًا. إفراد حلقة ليه ده حاجة قليلة. إمم، محتاج. خصوصًا كمان إن باشوف إنه موضوع اللي هي نغمة العنطزة دي منعكسة برضه في الفنون اللي بنشوفها الفترة دي. يعني أنت لو جيت تبُص على الأغاني والمسلسلات والأفلام، المسلسلات والأفلام هتلاقي دايمًا الأبطال عندهم يعني دي بتبقى تركيبة الشخصية. الأغاني هتلاقيها بقت أغلبها فيها أنا اللي جامد وأنا البتاع وأنتم تحت وأنا فوق يعني إحنا لو بصّينا على أي أغنية من الأغاني اللي بتنتشر والناس تعمل عليها اللي هو متابعات، متابعات وبتاع، تلاقي فيها الحكاية دي. فيها تحفُّز كبير أوي. فهو عادةً دايمًا الفن بيعكس شوية الصفات بتاعة المجتمع. أحيانًا بيبقى في أنواع فنون بتبقى موجهة أو ليها إمم، أي أغراض أخرى، بس فكرة إنها بتنتشر الانتشار ده معناها إنها ليها جمهور. في نسبة كبيرة من الناس عاجبها الكلام ده، إمم. فبالتالي معناه إن هو الكلام بيمسّه.
هو شايف نفسه أنا وأنا وأنت إمم. متغاظ منّي حتى أغاني الحب والغرام بقى فيها كده، فيها يعني بقى فيها برضه استعلاء و أنا ادّيتك، إمم. ادّيتك، ادّيتك وأنت آه. كذا، كذا والحاجات دي كلّها. فبرضه يعني ده معناه إن الحالة دي موجودة ومنتشرة يعني. ما هي طب ما في ناس تقول لك طب ما إيه منتشرة والّا مش منتشرة، مأثّرة في إيه؟ إمم، يعني في واحد يبسّط لك الموضوع ويبقى ظاهرة موجودة ويبسّطها، طب ما بساطتها إيه يعني إمم، ده مش يعمل لنا زي نور كده أهو أو يدُق ناقوس الخطر إمم، كما الناس بتقول، آه. ما هو ده تأثيره هيأثّر إيه؟ إمم. بمناسبة بقى ناقوس الخطر، أعتقد إن إحنا يعني وصلنا له دلوقتي. ال 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 فكرة التحفُّز ده سهِّل أوي إن إحنا نأذي بعض، يعني خلّى الإيذاء سهل. بدرجاته من أول الإيذاء اللفظي إن أنت تقول كلمة تجرح حد أو تأذيه في مشاعره، أو إنها توصل لدرجة إن إحنا قُلنا ممكن تتحوّل لخناقة في الشارع عشان مجرّد واحد كَسَر عليك، فالخناقة دي ممكن تتطوّر ل لاشتباك بالإيد فيبقى الأذى بقى سهل، وهنا بقى فعلًا ناقوس خطر زي ما أنت قُلت إمم. يعني. الجرايم عمومًا نسبة يعني معدل الجريمة بيزيد. ممكن يبقى له أسباب أخرى ليها علاقة بالتعليم، بالحالة الاقتصادية، بالكلام ده كله، بس هنرجع نقول إن التحفُّز أكيد أحد الأسباب. ما لمّا تقرا خبر إن حد قتل حد عشان مبلغ بسيط، إمم، ما هو أكيد مش قتله عشان مبلغ، يعني مش المبلغ هو الأساس. إمم، لأ، ده الأساس بتاع الموضوع إن هو الموضوع تطوّر، ابتدى بتحفُّز ما خاف اللي هو يضيع حقّه، إمم، فوصل لمرحلة ممكن يكون الأول تلاسُن إمم، وبعد كده كِبِر الموضوع كِبِر لغاية أمّا بقت إمم، عراك بالأيدي، بالأسلحة، لحد ما إمم، إمم، فهي الواحد ما يهيّفش من موضوع التحفُّز ده إن هو ده أنت عارف زي ما بيقول لك حبيبك يبلع لك بالضبط. إمم، إمم، فهو أنت لو اللي قدّامك أنت متحفّز له، أول لمّا هيطلع منّه أي حاجة أنت هيبقى رَد فعلك إمم، خطر، حتى كتير أوي دايمًا يقول لك ما تاخدش قرار وأنت في وأنت حالة غضب، غضبان. إن هو تفكيرك أولًا ما بيبقاش كامل، فتأثيره عليه إن حتى لو أنت طول الوقت كنت أنت المظلوم، إمم، لمّا اخترت المعركة في الوقت ده، أنت أي حد هيبُص على المعركة دي لوحديها هيقول لك هو كان غلطان. أيوه، بسبب انفعالك آه، المُبالغ فيه. إمم، إن أنت الأولى إن أنت كنت في المواقف اللي تستاهل ت تاخد موقف، إمم، عشان ما يجيش في موقف يعتبر هايف ما يستاهلش تطلّع فيه آه، الغضب كلّه. طيب أعتقد إن إحنا كده يعني اتأكدنا شوية إن إحنا متحفّزين لب أنا عن نفسي متحفّز لك جدًا النهارده يعني. خلاص نتعايش مع موضوع التحفُّز ده. لأ، ما هو مش آه. هينفع، يعني إحنا وصلنا لإنه الموضوع فيه فعلًا إمم. خطر، يعني في خطر، ممكن تطلع انفعالات في مكان مش مكانها، توصّلك في وقت من الأوقات أنت تكون الغضب فيه زيادة، توصل لإنك تفقد أعصابك، تعمل حاجة مش مضبوطة، فالموضوع فعلًا فيه خطورة. نسيطر عليه إزاي؟ لإنه هنرجع ونقول أكيد كل واحد فينا عنده الحتّة دي حتى لو بنسب متفاوتة، في ناس هادية بتعرف تتحكّم في أعصابها، في ناس عندها قوة شخصية عالية جدًا وبتتحكّم في أعصابها تمامًا، دول ربنا يعني إمم. يبارك لهم، بس أغلبنا بينفعل في الحاجات التافهة. إمم. عايزين نحل الموضوع ده كلّنا مع بعض كده، نعمل إيه بقى في القصة دي؟ ما هو زي ما وضّحنا هي ممكن تبقى دايرة بتاعة التحفُّز دي لازم نكسرها. إمم، نكسرها إزاي؟ ممكن الأول نشوف اللي هي ما قُلنا الأسباب دي نضيّع الأسباب دي. إمم، يعني الأسباب اللي هو الضغط النفسي والعصبي ومش عارف إيه، إمم، الأول أوجّه طاقتي لل للمشاكل الأساسية، إمم، زائد أول حاجة ممكن أنا شايف مثلًا ممكن الواحد يتريث قبل لمّا يخش في أي مشكلة، يفكّر الأول هل فكّر هل تأثيرها دي إيه؟ هل دي تستاهل؟ إمم، فكرة إن لأ، لازم هاقف اللي هو بيتصدّر في الهايفة زي ما بيقولوا، إمم، ما بيعدّيش حاجة، إمم، لأ، إمم. ما لازم حاجات تعدّي. يبقى يعني التريث ده مطلوب، إن أنت تسمع الأول تهضم اللي بيحصل علشان تشوف هل المشكلة دي تستحق
أو ده لو صنّفناه مشكلة يعني، الموقف ده إمم. يستحق إن أنت أصلًا تحوّله لمعركة والّا لأ؟ يبقى أفكّر وأصنّف الحكاية. أنت يمكن قُلت يمكن أهم من إن أنا أفكّر أسمع، آه. إن ساعات أنا بافكّر وبارُد واللي قدّامي قال كلام متوافق معايا أو بعيد بنسبة قريّبة. طب ما مش إمم. بعيد خالص مش النقيض، يعني حتى لو النقيض، بس أسمع الأول، أسمع أفهم هل هو النقيض إمم. حتى لو كان النقيض إمم. ممكن نتواصل لغاية أمّا نوصل لنقطة وسط، ومش لازم نوصل لنقطة وسط، بس مش ضروري. كل واحد يوضّح وجهة نظره بطريقة سهلة، نسمع بعض دي مهمة بهدوء جدًا. ونفكّر وأحاول أشوف الحاجات اللي هي اللي تستاهل والّا ما تستاهلش، يعني الموضوع يستاهل إمم. إنه يبقى خناقة والّا عادي إمم. نتفاهم كده بالراحة وخلاص إمم. وحوار، ومش ضروري زي ما أنت بتقول إمم. إن إحنا نوصل لنفس إمم. النقطة أو نقطة وسط، ما إحنا اتكلّمنا في إن إحنا برضه محتاجين نعلّي شوية ثقافة الاختلاف، إمم. وإن إحنا نفهم إنه في اختلاف يعني. يعني برضه الناس دايمًا ما بتفكّرش في تعديل سلوكها، أنا متحفّظ مش شايف إن أنا متحفّظ، لأ في شماعة دايمًا حاططها، أنا باتعصّب، أنا مضغوط نفسيًا، أنا كان الموقف ده يستاهل مع إنه يبقى هايف، لأ أصل أنا فهو ده فكرة تعديل السلوك إن أنا من الأول ساعات بتبقى غلطة الآباء إن هو بيوفّر لابنه الجو الهادي على طول، إمم. ف وبيدّي له الأعذار، بيدّي له الشماعة. إمم. لأ، أصل هو المرّة دي كسّر حاجة عشان كان متضايق، أصل هو وبعد كده بيوصل الولد الولد مؤدّب وكويس وكل حاجة ليه؟ عشان أنت موفّر له جو هادي طول الوقت، إمم. ده أول لمّا بيكبر ما اتعوّدش يتحط في مشكلة، إمم. لأ، أنت لازم تعوّده إن هو وهو صغير اللي ضايقه إيه المشكلة، تحل المشكلة عشان لمّا تحصل حاجة تضايقه رَد فعله ما يبقاش عنيف، إمم. رَد إمم. فعله يبقى هادي أو متوجه صح، إمم. 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 أنا مش عاوز أطلّعه هادي طول الوقت. إمم. بس لأ، هو الموضوع ما يستاهلش، فأنت لو شِلت له كل المشاكل دي أهي مثلًا بيتخانق مع أخوه عشان في لعبة واحدة، إمم. لأ أجيب لعبتين، ده حَل قاتل، إمم. هو اتعوّد إن خلاص مش هيشارك مع حد، ما فيش أول لمّا بازِن بتتحل المشكلة. فبالتالي إمم. بقى برضه عنده إمم. قابلية إمم. للتحفُّظ أسرع شوية. هو يعني ملخّص القصة إنه المتحفِّز اللي هو أنا وأنت وكُلّنا بنِسَب متفاوتة زي ما اتكلّمنا يعني، بنهدِر طاقتنا في أمور هايفة جدًا. المعركة الحقيقية مش في إن أنا أنفجر عند كلمة ضايقتني، المعركة الحقيقية إن أنا أعرف أسيطر على غضبي وأتجاوز الحاجات التافهة دي، أركّز طاقة الغضب اللي هي سلوك بشري طبيعي، بس أركّزه فيما يستحق.